بيبدأ الفيلم في أمريكا، وبيكون في عالم اسمه جيبتر في شركته الخاصة عمل روبوت شغال بالذكاء الاصطناعي، ووظيفته الوحيدة هي مساعدة الناس علشان يخلي حياتهم أفضل. الروبوت ده بيسموه ألفا، وهو بيكون روبوت مسالم ومساعد وسريع التعلم جدا، ولكن أحد النسخ خرجت عن السيطرة وتحولت لسفاح بيقتل البشر بدل مساعدتهم. القصة بتبدأ بقى لما وصل أحد المهندسين من شركة جيبتر لبيته وجاب معاه نسخة مطورة من الروبوت ألفا علشان يعمل مفاجأة لعيلته. ولما دخل الروبوت البيت بيعجب بيه جدا، وبيجيله شعور إن هو عايش في بيت أحسن من الروبوتات التانية. الأب روب هنا وبنته ليلي عجبتهم فكرة الروبوت جدا، ولكن الأم كان ما عجبهاش الموضوع ده خالص، وأخيرا بعد محاولات كتيرة وافقت، بس لسه بتكون خايفة إن الروبوت ده يسرق معلوماتهم. بس ابنها جادي بيطمنها وبيقول لها إن ألفا ده مش زي الروبوتات التانية. ومن بعدها الروبوت ألفا تعود على العيلة بسرعة وبيقدم لهم الأكل، ولما الأب هنا يطلب منه سكينة بيرفض يديها له لأنها أداة حادة. وهنا بنشوف إن كلام جي دي صح، وكده ألفا آمن 100%. الأب بعدها بيحاول يجرب سرعة تعلم ألفا عن طريق فتح زجاجة المشروب يدويا، ولكن التجربة فشلت والروبوت كسر الإزازة. فبيقرر جي دي إنه ياخده يعمل عليه بعض التحديثات في نظامه علشان يخلي أداؤه أفضل. وبعدها بنشوف إن ليلي مرتبطة جدا بيه، وألفا كمان بيوعد إن هم هيكونوا صحاب دايما. وفعلا ليلي بقت بتعامل ألفا كصديق عكس جي دي اللي بيعتبره آلة للمساعدة وبس. بعد شوية بتوصل للبيت عاملة النظافة اللي اسمها ميمي، وهي بتكون الشخص الغريب اللي بيدخل البيت. وألفا لما بيشوفها بيتضايق من طريقة تنظيفها، ولما يقول لها إنه هيعلمها الطريقة الصح ميمي ساعتها بترفض وبتزعق له وبتضربه كمان. ساعتها ألفا بيستغرب وبيبقى مش عارف هي بتكرهه كده ليه. ألفا بقى مشكلته الوحيدة ونقطة ضعفه هي المية، لأن جسمه مش عازل ليها، ولما يروح يعدل على ميمي وطريقة تنظيفها بتزعق له، والمرة دي بقى بترش بشوية مية وزقته بعيد. ساعتها ليلي بتسمع صوتها وهي بتزعق، فبتروح على طول علشان تنقذ ألفا منها، وبتقول لها بقى إن هي لازم تحترمه وتعامله كويس. ألفا بعدها بيشتكي ليلي وبيقول لها هي ليه رشته بالمية وبتعامله وحش، وبيقول لها كمان إن هو بيكون حزين لما بيعمل أخطاء وبيزعل الناس منه. فبتقوله ليلي إنه لازم بعد كده يدافع عن نفسه لأن ميمي كانت بتتنمر عليه، والمرة الجاية لازم يزعق لها ويوقفها عند حدها. ساعتها ألفا بيوعد ليلي إنه هو يحاول يعمل الموضوع ده. بعدها ليلي بتخليه يحضر معاها السهرة وبتفرجوا على فيلم انتقامي علشان يعرف يتعامل مع المتنمرين. الكارثة بقى إن اللي هي بتعمله ده هيزود العنف والانتقام عنده، خصوصا إنه بيتعلم بسرعة وهو بيكون مركز وبيسجل كل حاجة بيشوفها. ولما الأم رجعت مع جوزها بالليل مش بتعرف تنام، وألفا هنا بيتحرك في البيت وبيعمل دوشة، فبتاخده بعدها للمخزن وتأمره إنه يدفي نفسه. ساعتها ألفا بيرفض وبيبقى مستحيل إنه يعمل كده إلا بأمر من جي دي، لأن هو اللي محدث له النظام. بس هي بقى بتجبره إنه يفضل هنا في المخزن وما يتحركش خالص غير لما تقول الصبح. وألفا ساعتها بيكون مضطر إنه يسمع الكلام. والصبح لما ليلي تنادي عليه علشان يعمل لها قهوة مش بتلاقيه، فبتروح تسأل أخوها جي دي اللي بيشغل الGPS علشان يعرف مكانه، وساعتها اكتشف إنه في المخزن. ولما يروحوا علشان يحرروه ساعتها بيرفض علشان مش عايز يخالف تعليمات الأم، وبيفضل على كده لحد ما بتيجي الصبح تأمره إنه يحرر نفسه. ساعتها ليلي بتتضايق جدا من سيطرة أمها على ألفا، خصوصا إن هي بتعتبره صديق بيونسها في وحدتها، لأنها ما عندهاش أصحاب خالص وما نجحتش في حياتها زي أخوها جي دي. فبقى كل وقت فراغها بتقضيه مع ألفا، وبتبدأ بقى كمان تعلمه حاجات جديدة عليه. بعدها الأب بيخلي ألفا تعمل له مساج وهو بيتفرج على فيلم رعب، وألفا بتبقى مركزة جدا في مشاهد العنف والانتقام اللي بيحصل، وأما كلهم لسه مش واخدين بالهم من خطورة الموقف اللي هم حاطين نفسهم فيه عزيزي. بعدها جي دي بيقرر يحدث بياناته، وأبوه ساعتها بيقول له يقلل إجراءات الحماية والحذر عنده، وكل ده علشان تعرف تفتح إزازة المشروب بإيديها. وفعلا جي دي لما بيقلل مستوى الحذر والحماية بتبدأ الكارثة من هنا، لأن ألفا دلوقتي عندها صلاحيات إن هي تقوم ببعض المواقف الخطيرة، وهم كلهم لحد دلوقتي مش واخدين بالهم. تاني يوم محدش بيكون موجود في البيت غير ألفا وعملية النظافة ميمي اللي بتلاحظ إن ألفا بينظف مكانها، فبتخاف بقى إن العيلة يطردوها من شغلها، لأن ألفا بتعمل شغلها أحسن منها بكتير وكمان مجانا. فبتروح ميمي كالعادة تتنمر عليه وبترشه بشوية مية علشان يبطل، وألفا ساعتها زهق منها خلاص وقرر يسمع كلام ليلي، فبيروح يجيب إزازة المنظف وبيحط عليها مادة حارقة وبيرشها على ميمي، وبعد ما غرقها بالمادة دي وخلص عليها قطع كمان جثتها، وبعد كده رماها في البحر علشان يداري الجريمة. ولما العيلة وصلت لحظة النظافة وما لاحظوش اختفاء ميمي خالص، وكده ألفا بيقدر يعمل الجريمة الكاملة بمنتهى الذكاء، خصوصا لما بيقول لهم إن هي سابت لهم رسالة ومشيت من هنا علشان لقيت شغل أفضل.
وبما ان ليلي هي صديقته المقربة فبيروح يقول لها على ميمي ان هي ما مشيتش ولا حاجة وهو دافع عن نفسه ضدها وهو قتلها وقطع جثتها ورماها في البحر. ساعتها لما بيلاحظ تغيير ملامح ليلي وخوفها منه فبيرجع في كلامه فورا وبيقول لها بقى ان هو كان بيهزر معاها. بعدها ألفا بيروح يدي الاكل لجي دي في الميعاد المظبوط وجي دي ساعتها بيستغرب لما بيلاقي ألفا بتسأله بتقول له واحنا اصدقاء بجد، فبيقول لها بقى ان هي تنسى كلام ليلي ده خالص وانها مجرد آلة ووظيفتها هي خدمة البشر وبس. ساعتها ألفا بتتصدم منه وهو كمان بيكون مصدوم من سؤالها وهي ماشية بتلاقي الأم قدامها فبتفتكر ان ألفا بتتجسس عليها وبتراقبها. ساعتها بتتضايق جدا وبتقرر بقى ان هي تعامله وحش وتعاقبه وبعدها بتاخده في الجراج وبتقول له ما تحركش مننا غير بأمر منها. ساعتها جي دي بيحاول يوقف أمه بس هي بتكون مصممة. بس المرة دي بقى ألفا مش بتلتزم بالتعليمات، بتحرر نفسها وبتروح لغرفة الأم وبتسرق مفاتيح عربيتها علشان تاني يوم لما يجي والأم تدور عليها وما تلاقيهاش ساعتها ألفا يعمل نفسه بيدور على المفاتيح ويديها لها وهو بقى بيعمل كل ده علشان تديله بعد كده الثقة وكده أكيد مش هتعاقبه وتحبسه تاني في المخزن. وكده بنلاحظ إن نظام ألفا بيتطور وبقى يفكر زي البشر بالظبط. وبعدها الأب بياخده للماركت علشان يشتروا المشروبات المفضلة بتاعته وبالصدفة الأب بيقابل صديق ليه ومعاه روبوت ألفا تاني فبيقول له بقى إن ألفا بتاعته أحسن من ألفا التانية وبعدها بيديها أمر إنها تفتح إزازة المشروب بإيديها بس ألفا بتصدمه وبترفض لأنهم لسه ما اشتروش إزازة المشروب ولما يضغط عليها أكتر ساعتها ألفا بتكسر الإزازة على الأرض. طبعا الأب هنا بيمشي هو مصدوم من رد فعلها وبيقول لها إن هي أحرجته جدا قدام صديقه وشكلها كده محتاجة تحديث. ساعتها هو بيلاحظ إن ألفا بتجادله بطريقة فيها عنف فبيضربها بالقلم ومن هنا بقى عزيزي مش بيبقى عارف الكارثة اللي ممكن تحصل له وخلاص ألفا قررت إن هي لازم تنتقم منه بس هي مش هتقتله، هي هتحاول بس تضايقه لأنه جزء من العيلة. بعدها بتروح لليلي وبتقول لها إن عيلتها طول الوقت بيعملوها وحش خصوصا أبوها فبتقترح ألفا بعدها إنهم يعملوا فيه مقلب ويفضوا كل إزاز المشروبات بتاعته. ليلي في الأول كانت ضد الفكرة بس بعد كلام كتير من ألفا بتقدر إن هي تقنعها وخلاص اتفقوا إن هم ينفذوا المقلب ده بالليل لما العيلة تنام. وبالليل ألفا بتروح تفتح التلاجة وبتاخد الأزايز وبتفضيها وساعتها إزازة بتقع منها وبتتكسر ولما الأب يسمع الصوت بينزل بسلاحه علشان يشوف في إيه يمكن يكون في حرامي ولا حاجة ولما ألفا تظهر وتحاول تطمنه ساعتها هو ما قدرش يمسك نفسه بيضربها بالنار هو بيسبب لها عطل في النظام وساعتها بيغمى عليها والبرنامج بيقف وساعتها جي دي بيقول إن هو هيحاول يصلح الأعطال دي والصبح لما يجي جي دي بيحاول يصلح العطل وبينجح بس للأسف بتكون ألفا ذاكرتها اتدمرت وكده برنامج ألفا هيبدأ من جديد. لكن جي دي مش بيهتم لأنه بيفكر يبيع الروبوت أصلا. ولما مشي راح الشغل ساعتها ليلي بتروح تطمن على ألفا بتتصدم بقى لما ألفا تقول لها إن ذاكرتها ما اتمسحتش ولا حاجة زي ما جي دي قال وهي كدبت عليه علشان عايزة تبدأ معاهم صفحة جديدة. وبعدها بتطلب من ليلي ما تقولش السر ده لحد خالص ويا ريت كمان تحاول توقف جي دي عن إن هو يبيعها. بعد ما العيلة كلها مشيت وراحت الشغل ما عدا الأم ساعتها ألفا بيقرر يروح يكلمها ويجبرها إن هي تحبه ويحاول برضه في نفس الوقت يخلي الأم تأثر على جي دي وما يبيعوش. ولما تحاول الأم تبعد عنه بيحذرها بعنف فبتخاف جدا وبتترعب منه خصوصا لما خدها معاه للحظيرة وبيوعدها إن هو يعتني بليلي لأنه عارف إن هي ما عندهاش أصدقاء. ساعتها الأم بتغدر بيه وبيتضرب مرة تانية بالنار. هي افتكرت إنه خلاص اتدمر لكنه قام من تاني وبيحاول يخلص عليها لكنه مش بيحصل وألفا كده خلاص بتتدمر على إيد الأم. وبنفس طريقته قررت الأم إنها تخفي عن الكل وترميه في نفس البحر. وفي المشهد اللي بعده بيكون ليهم جيران الزوج اسمه بوب وجايب روبوت ألفا متطور هو كمان هدية لمراته ليليان علشان يحتفل بعيد ميلادها. ولما بوب بيشغلها بتحصل المفاجأة وبنكتشف ان هي نفس النسخة اللي الأم قتلتها وبنعرف بعد كده ان كل نسخ ألفا مرتبطة ببعضها وكل أنظمة التشغيل بتاعت الروبوتات على سيرفر واحد. وبعدها روبوت ألفا بيوعد بوب وليليان انه هينفذ كل أوامرهم الليلة يعني تحس كده ان هي آخر ليلة في عمرهم. وطبعا هم قلقوا منه شوية لأنهم لاحظوا ان صوته قاسي كده وعنيف شوية بس هم مش بيهتموا يعني عادي وبياخدوا الموضوع ببساطة. بعدها ألفا وهو بيعمل مساج لليليان بيقول لها انها بتفكره بصديقة عزيزة ليه اسمها ليلي. ساعتها هي بتستغرب منه جدا ولما تتهمه بالجنون بيخلص عليها فورا. وبعدها بيروح يطلب من جوزها بوب يستلف عربيته المشوار مهم. طبعا بوب بيستغرب هو كمان وبيرفض وبيتهمه برضه بالجنون. على طول الروبوت بيخلص عليه زي مراته. بعدها وصلت ألفا للمزرعة وبتاخد نفس الأداة اللي الأم قتلتها بيها. ولما الأب هنا وصل للبيت حس بهدوء غريب ولما بينادي على ألفا فجأة بتظهر من وراه وبتخلص عليه هو كمان. وبعدها راحت للأم علشان تنتقم منها بس مش بتلاقيها فبتدي أمر بالاتصال بيها ومن رنة الهاتف بتقدر تحدد مكانها وعلى طول ألفا بتروح تخلص عليها وبتنتقم منها بنفس الأداة اللي قتلتها بيها قبل كده. وبسرعة بتنظف أثر الجريمة وبترمي أكياس الجثث في البحر.
وبالليل لما ليلي ترجع من الشغل بتلاقي ألفا قدامها، والمرة دي بتقول لها تستناها عند البحر وهي هتروح لها لأن هي عاملة لها مفاجأة كبيرة. ساعتها ليلي بتصدقها وبتمشي. ولما جيدي هنا بيوصل البيت بيلاحظ ان ألفا دي ما فيهاش اثار ضرب النار بتاعت ابوه، وفجأة بيلاقي ألفا بتطلب منه مساعدته كمبرمج في مشاركة الآلة للإنسان في حكم العالم، وبتقوله كمان ان الإنسان لازم يحترم الآلة وان ليها حقوق وعليها واجبات زي الإنسان بالظبط، وكل الناس بقى لازم تحترم العلاقة دي. ساعتها جيدي بيتهم بالجنون وهي بتضربه وبيغمى عليه. نروح لليلي وهي مستنية عند البحر. لما بتلاقي ان ألفا اتأخرت عليها فبتقرر تروح تشوفه بنفسها. ساعتها بتلاقي ألفا بتدعوها لغرفتها وبتقولها بقى ان هي سيطرت على كل الروبوتات التانية وهيجبروا البشر انهم يحترموا الآلة، بس هي محتاجة مساعدتها في تحقيق الأمل ده، وهي خلاص قتلت عيلتها كلها وما بقاش عندها حد غيرها. ساعتها ليلي بتتصدم من الكلام ده وبتخاف جدا وبتهرب. بتحاول بعدها تستخدم تليفونها علشان تكلم الشرطة، لكن للأسف الخط بيكون مشغول. ولما تتصل بالدعم الفني لشركة جيبتر بتتصدم لما بيقولوا لها إن كل النسخ اللي عندهم خرجت عن السيطرة، وما قدامهاش غير حل واحد بس، إن هي تفصل الذاكرة عن عقل ألفا عن طريق الكمبيوتر بتاع أخوها جيدي. ساعتها ألفا بتهدد ليلي وبتقول لها يا إلا الموت يا إلا تنضم معايا، وألفا بعدها بتضربها وبيغمى عليها وبتخطفها. وبعد شوية ليلي لما تفوق بتقدر تحرر نفسها، وفي الوقت ده بتكون ألفا رابطة جيدي وجاهزة إن هي تقطعه في أكياس. ليلي ساعتها بتستغل نقطة ضعف ألفا إن هي مش مضادة للمية، فبتغرقها وبعد كده بتحطم راسها، وفعلا بتنجح إن هي تدمر السيستم بتاعها وتوقفها للأبد. وكده بتبقى قدرت إن هي تنقذ أخوها جيدي. لكنهم بقى أول ما يخرجوا من البيت بيتصدموا بمئات النسخ من ألفا والروبوتات سيطرت خلاص على العالم، وألفا كده انتقمت وخلصت على جيدي وليلي كمان. وكده الروبوتات اللي المفروض كانت مصممة لخدمة البشر اتحولت وحولت حياة البشر لجحيم. ولحد هنا عزيزي بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع على كلمتين وتقولي في الكومنتات عايز فيلم المرة الجاية.